اخوان السلام عليكم. الا عطيتك الساروت ديال الطوموبيل بحال هكا وكتطلع للطوموبيل وكتسد الباب، المبتدئ في هذه الحاله هذه كتشدو واحد الترعيده وواحد الخوف صعيب بزاف، وكيفكر في هذه الحاله هذه واش يسوق الطوموبيل ولا يتخلى بلاش. كيديماري الطوموبيل بحال هكا وكيبغي يقلع بها، شنو كيوقع؟ ملي كتنقز بيك بحال هكا الطوموبيل، كتبغي تقلع وكتنقز بيك بحال هكا، اشنو اللي خصك دير وشنو الغلط اللي درتي حتى خلى الطوموبيل كتنقز بيك هكا؟ يلاه حفظ، الا كان شي واحد قدامك كضربو. ركز مزيان كيفاش تتعامل مع لي بيدار وخصوصا لومبرياج. كيفاش غتثبتوا على اللومبرياج؟ انا غادي نديماريو الطوموبيل ها قدامكم هكا ياك، غادي تبركوا على اللومبرياج تلقاه كما كتشوفوا هكا، غتبرك على الفران، غدير بروميير وتحيد الفران ديال اليد. دابا حنا وصلنا لديك المرحله اللي كتخلي ان الطوموبيل كتنقز بك هكاك. بلا شك بان المبتدئين ملي كيسمع من الاستاذ او لا من شي واحد كيعلموه يلا سير حيد رجليك على الفران ورخي لومبرياج، شنو كيدير ليه؟ كيطلق الفران وكيرخي هكا وكيتخلع وكتعاود تسكت. الا لاحظتوا رجلي دابا شنو اللي خلى الطوموبيل انها نقزات، وانني ملي مشيت نحيد رجلي على اللومبرياج حيت بالعنف، العنف ما ديروش مع لومبرياج. غتحيد رجليك على الفران كما كتشوفوا رجلي حاشاكم، وغادي بقى ترخي لومبرياج كما كتشوفها هكا. ها دابا راني داير بروميير وغادي نبقى نهز. شوف دابا ما خطفتش رجلي، خليته في النص، وكتلاحظ بان الطوموبيل ها هي دابا راه رجلي على اللومبرياج في النص، مازال ما حيدتو لحد الان. وإلا كتلاحظوا ان الطوموبيل ها هي راه كتمشى وواحد السرعه اللي هي منخفضه. والحاجه الثانيه اللي كتخلي الطوموبيل انها تنقز بكم، غير كتطلع للطوموبيل وكتسد الباب كتخشي الكونتاك، تنسى الطوموبيل وتقلبها واش الفيتاس ديالها في بامور ولا ماشي بامور. وملي كتمشي ديماري الطوموبيل بحال هكا، هذه من الاسباب اللي كتخلي الطوموبيل تنقز. هي بروميير كتبغي ديماري بحال هكا كتبقى تنقز بك بحال هكا، والا كان شي واحد قدامك كتضربوا الله يحفظ. اذا شنو خصنا نديروا ملي نطلعوا؟ نخشيو كونتاك نقلبوا هو الاول واش الطوموبيل بامور ولا ماشي بامور، لان ملي كتكون بامور كديماري الطوموبيل هكا ما كتنقش. ولكن الا كانت بروميير او لا مارشاريان، حتى مارشاريان انا ندير هذا مثلا نسيتها مارشاريان. علاش خصنا؟ انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، علاش خصنا غير نطلعوا للطوموبيل نقلبوها واش بامور ولا ماشي بامور؟ اذا ملي كنخليو في مثلا الاولاد ديالنا في الطوموبيل ممكن يقيس لك الفيتاس هكا، يكون غير كيلعب ويقيس لك الفيتاس وانت راك خليتيها بامور، قاس لك الفيتاس غيدخل لك اما بريمير ولا مارشاريال. انت غتقول بان راه خليتها بامور وكتجي انت ما كتنويش بان راه سميتو كتجي ديماري وكتنقص اذا اي سائق ولا المبتدئ ملي يبغي يطلع ويديماري الطوموبيل ديالو يتاكد واش بواطا فيتاس خاويه، يعني واش بوامور ولا ماشي بامور. معلومه بسيطه لاي مبتدئ في السياقه، راه هي واخا بسيطه، راه معلومه مهمه للناس اللي هما مبتدئين. ركزوا مزيان على داكشي اللي شرحت لكم، ركزوا مزيان وما تنساوش انكم تشاركوا هذا المنشور هذا او هذا الفيديو هذا مع الناس، لان كاينين الناس اللي هما محتاجين هذه المعلومات كيعانيوا من هذا الشيء. ونقطه كيحمل الواد، لان يكذب عليك الكذاب. نقول لكم واحد الكلمه مني انا، كذب عليكم الكذاب. شي واحد خلق معلم، اي واحد خلق معلومه مورا معلومه معلومه مورا معلومه، وكذلك الممارسه هي اللي كتخلي الانسان يرجع محترف. والاحتراف ماشي هي السرعه، الاحتراف هي التقنيات، كيفاش تتعامل معاهم، مع الاجهزه ديال البيدار، مع المقود، مع الكوموند ديال السينيالات وديال هذه. وتبارك الله عليكم والتوفيق ان شاء الله للجميع.